السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول الكريم. شفتوا اللقطة الأولانية الخطف دي كيكة حلوة قوي قوي قوي، دي الهاني كيك. او كيكة العسل الروسية. معايا هنا كوباية من الزبدة، ومعايا دي كوباية صغيرة من العسل النحل، وضروري عسل نحل على فكرة عشان هي أصلا معمولة بالعسل، يعني ما ينفعش أي بديل تاني ليها. انا بحط العسل، ونفس الكوبايه اللي بحط بيها العسل ان هي نص كوبايه من العسل نص كوبايه من السكر، وبحطهم على النار واسيبهم يغلوا مع بعضيهم لحد ما يبتدي يخشوا على كرمله كده. يعني هي لسه هنا، بصي انا بوريكي هنا كانت خلاص هتخش على كرمله، وضروري تبقى ايدك فيها، لان انتوا عارفين الطاسه الغامقه دي ممكن تخطف كده بسرعه، يعني ثانية الا ثانية تبص تلاقي القوام بتاعك او اللون بتاعك اتغير، فايدك فيها على طول. ولو ما انتش هتقدر تظبطي الدنيا اعمليها في طاسة او في حلة تكون بيضة. بصي هنا بعد ما وصلت للكرملة كده اللون الذهبي ده، بحط معلقة صغيرة من الكربوناتو. الكربوناتو ده موجود عند اي سوبر ماركت او عطار برضو بيبيعه. بصي انا بفضل ايدي فيها وبقلب فيها، بتعمل الرغاوي دي، ما تقلقيش خالص، هي دي الطريقة بتاعتها. ايدك فيها على طول على طول، يا دوب مفيش، يعني يا دوب حوالي نص دقيقة، وتروحي منزلاها من على النار وتاخدي بالك لان لسعتها وحشة جدا، وهتفضلي تقلبي فيها. بصي لونها وصل اللون الذهبي ده، هو ده اللون المناسب جدا جدا ليها. هتفضلي تقلبي فيها كده لمدة 10 دقايق او ربع ساعة، ما تسيبيهاش. لازم تفضل وهي سخنة كده وبتتضرب كده، عشان احنا بنبردها شوية عشان هننزل عليها ب3 بيضات. 3 بيضات بيبقوا بدرجة حرارة المطبخ، ما ينفعش يكونوا طالعين من التلاجة. بصي انا هنا فضيتها في حاجة تانية علشان تبرد شوية، لان مش عايزة تبرد يعني. وحطيت عليها البيض بتاعي، وايدي شغالة فيها على طول ضرب ضرب، اولا لان البيض انا مش عايزاه يستوي جواه، هو بتبقى وصلت للدفيان. يعني بصي انا قادره امسك الحله اللي في ايدي دي، قادره امسكها بايدي، هي دافيه بس اشد من الدافيه شويه، هي لازم تشتغل فيها وهي سخنه. لو بردت منك هتبوظ، ومش هينفع تحطي البيض عليها، خلاص هتبوظ منك. هنا بصي هنا كانت طبعا لسه دافيه معايا. انا معايا هنا الدقيق، حوالي 4 كوبايات من الدقيق، بس انا بنفس الكوبايه اللي عيرت بيها العسل والسكر، نفس الكوبايه لازم تبقى المقاس واحد. انا بحطش الدقيق كله، انا بحط شويه وبخلي شويه، لاني انا هي على فكره هنا مفيش اي مواد رافعه. بحط شويه من الدقيق وبخلي شويه، علشان انا مش متاكده هي هتاخد الدقيق كله ولا لا. هي خدت الدقيق كله، وانا هحتاج كمان شويه هجيبها دلوقتي اوريكي لحد العجينه ما تتظبط معايا. بالنسبه للمواد الرافعه، انا قلت لك ما بيتحطش اي مواد رافعه، ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه، هو الكربونات اللي احنا حطيناه في الاول خالص والبيض، بس ما ينفعش نحط اي حاجه تانية. بصي انا هنا جبت نص كوبايه من الدقيق، وهبتدي احط معلقه معلقه كده لحد العجينه بتاعتي ما تلم معايا وتبقى عامله زي عجينه البسكوت. عجينه طريه جدا لكن مش بتلزق، ما ينفعش تبقى بتلزق. بصي ادي معلقه تانية. وطبعا ممكن عندك تختلف، ممكن عندك تشتغلي بال4 كوبايات بس، حسب نوع الدقيق وحسب البيت بتاعك كبير او صغير. بصي هنا خلاص كده اتلمت، طريه جدا وجميله جدا، خلاص مش هتحتاجي دقيق تاني. بصي انا هنا كنت كورتها وحطيتها على ورق الزبده ده، لقيتها هتبتدي تنزل الزبده اللي فيها على ورق الزبده، فدهنت الصينيه دي بالزيت، ورحت حاطه على الصينيه، وهبتدي اشتغل على ورق الزبده اللي انا كنت مقطعت عليه اصلا العجينه في الاول. لازم تبقى على ورق زبدة، ما ينفعش تشتغلي على اي حاجة غير ورق الزبدة في الحقيقة يا جماعة. والله الكيكة ده، يعني الكيكة دي مش هينفع تشتغلي بيها غير بالطريقة دي. يعني هي كيكة سهلة قوي، بسيطة والله، بس ليها تكنيك معين كده لازم تشتغلي بيه. انا بفردها بالشكل ده، هي بتبقى في الاخر عاملة زي البسكوت، بس لما بتطرى بتبقى طعمها تحفة تحفة. طبعا انا هنا بعد ما حددت الشكل اللي انا عايزاه، قلب بقى، شكل مدور، شكل مربع، اللي تفضليه، المهم الشكل كله يبقى واحد، لان هي بتبقى طبقات فوق بعضها.
بصي مش بتتشال من على ورق الزبده، وبحطها في الصينيه. طبعا انا هقص ورق الزبده ده على قد القلب بس، وبتدخليها الفرن فوق ورق الزبده على الصينيه علشان تستوي كده. واول ما تطلع هتطلعيها من ورق الزبده على طول عشان وهي سخنه عشان ما تلزقش في الورق. بصي بالشكل ده كده، وهبتدي اخبزها. طبعا لازم تخرميها بشوكه. بصي لو حته هنا نقصت بتكمليها عادي خالص، مفيش اي مشكله. لو العجينه بتاعتك نشفت وانتي شغاله بتعملي ايه؟ بتحطي طبعا انت شغاله في الفرن او في البوتاجاز، وانتي شغاله حطي الصينيه فوق البوتاجاز. سخونيه البوتاجاز هترجع تطريلك العجينه تاني، لان طبعا العجينه دي لما بتنشف بتشد معاكي وتلاقي نفسك بتوجعلك ايدك وانتي بتفرجيها. فطبعا كل ما تحسي ان هي هتشد منك روحي حطاها فوق البوتاجاز، مش ما تولعيش النار، حطيها فوق سخونيه البوتاجاز وهو شغال. او لو انت لسه مش هتخبزي دلوقتي البسكوت بتاعي او الكيك بتاعي، هتشغلي البوتاجاز بتاعك او الفرن بتاعك، هتشغليه يا دوب 5 دقايق وتطفيه وترجعي تحطي العجينه بتاعتك. هتطرى وهتبقى جميله وسهله التشكيل جدا جدا، مفيش اي مشكله خالص ولا في حاجه هتوقفنا. بصي الحتت دي بقى انا بسيبها، يعني هسيب كام حته كده بالشكل ده عشان انا محتاجه اكسر واعمل شويه فرافيت للتزيين. بصي هو بيطلع هنا بسكوت، لما بتسيبيه بينشف شويه. بصي ناشفه خالص بسكوت تعتبر. لكن هنا في حته تانية لسه طالعه من الفرن، بصي بتبقى طريه، بتسيبيها لحد ما تنشف خالص. بصي هنا اول ما طلعت من الفرن، طبعا انا بخبز وشغاله ويعني بفرد وبشتغل والفرن شغال جنبي، بخبز اول باول. ما بتاخدش في الفرن 10 دقايق، تاخدي بالك منها كويس عشان ما تتحرقش منك. بصي هنا دي طريه، انا بوريكي هي طريه عشان لسه طالعه من الفرن. بصي الحته اللي ناشفه بسكوت بتتفرفت. وطبعا كل ما هتنشف طبعا مش هتعرفي تكسريها بايدك، فهنجيب ايد الهون ده، انا هستناها بس لما كلها تنشف، وهبتدي اكسر الفرافيت الصغيره دي عشان دي اللي هزين بيها الكيك بتاعي في الاخر. وطبعا القلوب دي هسيبها تبرد خالص وتنشف خالص. هنا عندي الحشوه بتاعتي، دي كوبايه من الكريم جانتيه، ودي كوبايه تانية من العسل، لان هي طبعا كيكه عسل فانتي بتسكريها بالعسل، لان هي دي وصفتها فبتبقى جميله بصراحه. ومعايا